يا مساء الخير. خرج علينا الاستاذ عمرو اديب امبارح في قناه ام بي سي العزيزه قوي، وبدا يدافع عن الاستاذه ريهام عبد الغفور. والحقيقه يا جماعه ان دفاع الناس عن الاستاذه ريهام عبد الغفور وتخليط او العتاب، كل العتاب واللوم كل اللوم على من صور ونشر. والحقيقه ان من صور ونشر انسان غير مستقيم وغير مستقر، وليس عنده أخلاق، وإنسان مذنب وعاصي، ونقدر نقول عليه كمان إنه إنسان قليل الأخلاق، إنسان سيء جدا. من صور هذا المنظر هو إنسان سيء، ومن نشر هو أسوأ منه. ولكن لازم يا جماعة ندي كل حاجة حقها. هو إنسان سيء صح، الصحفي او مصور اللي عمل ده انسان سيء ومش المفروض يعمل كده، لان احنا امرنا ان نستر على بعض، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نستر على المسلمين، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. ولكن ربنا امرنا ان نستر على نفسنا الاول قبل ما نستر على الناس. يعني هو الاستاذه ريهام زعلانه ليه؟ الاستاذه ريهام زعلانه عشان المظهر اللي ظهرت بيه دوت، هي مش حابه انه يظهر للناس. فدام انت مش حابه ان المظهر ده او انت تظهري بهذا المظهر للناس، كنت المفروض يا استاذه ريهام تاخدي بالك الاول قبل ما تشتمي الناس، تشتمي المصور. المفروض كنت تاخدي بالك وانت خارجه ان الفستان ده ممكن في اي وضعيه انت هتقعدي بيها او هترفعي رجلك هيبين حاجه اكيد. يعني انت لازم بالمنطق كده ان ده هيعمل كده. فلو انت مش عايزه ده يبان، حضرتك تلبسي حاجه تانية. يعني حضرتك عايزه ستري وانت خارجه قبل ما تخرجي من بيتك الحقيقه. يعني المفروض قبل ما نلوم المصور، لان المصور لو ما كانش لقى لقطه ما كانش صورها. يعني هل دلوقتي الاستاذه ريهام عبد الغفور، يا استاذ عمرو اديب، يا من تلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، يا سيدي الفاضل، يا اصحاب المنطق، يا اصحاب العقول، السيده ريهام عبد الغفور، لو عندها خاتم الماظ او سولوتير زي ما انتوا بتقولوا، هتحطه على الشباك بتاعها وتقول انا بفترض ان كل الناس امينه محدش هياخده؟ يعني هي خارجه من بيتها بفستان قصير وتفترض ان كل الناس عندها ضمير وكلهم هيغضوا البصر ومحدش هيشوف ولا يصور؟ هتحطه على الشباك. حتى لو حطيته على الشباك اللي هياخده حرامي وقاسم وعاصي، ولكن مين ساعده انه ياخده؟ اللي حطيته على الشباك. يا فندم جسمنا امانه، ربنا ادولنا امانه نحن لا نملكه، ولازم نحافظ عليه بالطريقه اللي ربنا امرنا بيها ان نحافظ عليه. انت ما بتملكش جسمك، انت ما بتملكش غير نفسك بس، انما جسمك انت لا تملكه، حتى ما بتقدرش تتحكم فيه. فانت لا تقدر توقف قلبك مثلا انه يشتغل، ما تقدرش توقف معدتك انها تشتغل، مش تحت سيطرتك. دي امانه ربنا مديها لنا يا جماعه. الحشمه، ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. يا جماعه الحشمه، الحشمه شيء مهم جدا. الحشمة تزيد الناس وقارا وهيبة وارتقاء في الأخلاق. الحشمة ضرورية يا جماعة. أنا بقول الكلام دوت يا جماعة مش لريهام عبد الغفور ولا عمرو أديب، أنا بقول الكلام دوت عشان الناس أهلنا وحبايبنا وأولادنا يفهموا ويبقى عندهم وعي إن الحشمة مهمة جدا، شيء مهم جدا للراجل والست. الحشمة للراجل والست إنك تظهر في الشارع أو قدام الناس أو قدام المجتمع بمظهر محترم، ده بيزيدك وقارا ويزيد المجتمع حسنا واخلاقا واستقرارا. فارجوكم ما تلبسوش الحق بالباطل. المصور غلطان والناشر غلطان، واللي اغلط منهم واكبر منهم خطا ريهام عبد الغفور، ولازم ده يتقال. يا جماعه اللي بيغلط لازم يقول له خلي بالك انت غلطان. هي طلعت متعصبه وقالت اللي واللي والحشرات، ايه ماشي خلاص، هي كانت متعصبه لان الموضوع مخزي، فعلا الموضوع مخزي. ولكن ده مش راي عمرو اديب. عمرو اديب لو تفتكروا حلقته مع غادة عبد الرازق لما كانت لابسه القميص القصير وقال لها القمصان ده فستان ده ولا قميص، ووقف 3 دقايق يتكلم في قصه القميص ويضحك ويهزر ليه؟ لان عارف ان ده مش تبع اخلاقنا. لو الموضوع مش ملفت والموضوع مفيش فيه تعليق او حاجه عاديه ما كانش علق عليها 3 دقايق هو بيضحك زي اللهبل. الحقيقه ان الموضوع ملفت واحنا ده مرفوض في مجتمعنا. يعني انتوا يا جماعه مش عايشين معانا؟ يعني الهام غفور عبد الغفور مش مننا، مش من مصر؟ يعني ما انت عارف ان ده مرفوض في المجتمع، عارفه ان اللبس بالقصير مرفوض في المجتمع.
مش احنا مش كده، احنا مش كده. انتوا عايزين تبقوا كده ومبسوطين على كده، خلاص ما تلوموش حد، ما تلوموش غير انفسكم. التعليقات اللي جايه الستات المحترمات اللي بتعلق لي تعليقات لا هي مش غلطانه هي حره، لا هي مش حره، هي حره في بيتها. يا جماعه الناس حريتها في لبسها وقعدتها وطريقتها واسلوبها في بيتها، انما في الاماكن العامه في اطر قانونيه وشرعيه لازم كلنا نلتزم بيها. في سكيل، في مقياس للاخلاق والعادات والتقاليد لازم كلنا نلتزم بيه عشان الشارع ينضبط. ارجوكم لا تلبسوا الحق بالباطل. المصور غلطان، الناشر غلطان، واللي غلطان اكتر منهم ريهام عبد الغفور. اشكركم شكرا جزيلا. مش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. السلام عليكم.